بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة الحضور، أيها الأبناء البررة، عشائر البغدادية الكرام، جميع من حضر ومن شارك، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. طفوا تليفوناتكم يلا بزعم عليكم معوجين. قال عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم بما صبرتم صدق الله العلي العظيم. أيها الأبناء، أيها الإخوة، لقد وجهتم رسالة مقروءة ومسموعة ومرئية لكل من أراد النيل منكم ومن أبناء المقدادية وديالة. لقد وجهتم رسالة مفعمة بالإنسانية والرحمة، معلنين بها احترام مسؤوليتكم الكاملة الدينية والاجتماعية وحتى العرفية، حينما وجهتم ذلك النداء. وبذلك اليوم، يوم الفاجعة الكبرى، وعندما وجهنا النداء من بين أشلائنا المتناثرة بأن طلبنا والتمسنا التمسك بالهدوء والسكينة وأعلى درجات الصبر والحفاظ على الأمن والنظام في هذا القضاء، وقد فعلتموها وسجلتم أحرفا من نور وأبلغتم ووجهتم إلى من أراد بنا سوءا بأننا لسنا طلاب حرب وإنما طلاب حق، وخير دليل هو مجابهة تلك الأقوال بما جرى من أمن بحفاظكم على أمن القضاء واستقراره وحفاظكم على أرواح أبناء المقدادية وحفظكم لكرامة القضاء ولسير الحياة فيها، باستثناء قطع شارع لمدة 3-4 أيام، وما كان القصد منه هو محاصرة أبناء المقدادية بقدر ما هو تحقيق وأمن لهذا الاعتصام. لقد تظاهرتم ولم تكونوا أنتم الوحيدين، وإنما شارك في هذه المظاهرة وهذا الاعتصام جميع أبناء المقدادية بكل طوائفهم وقومياتهم ومذاهبهم. لقد شارك جميع عشائر المقدادية الكرام بشيوخها الأجلاء، بسنتها وشيعتها، بعربها وأكرادها. وقد طلبتم مطالب مشروعة، أشهد الله ما كانت تخص عشيرة بني تميم ولا تخص طائفة، بالرغم أن العشيرة المفجوعة هي بني تميم، ولكنها كانت بحق مطالب لجميع أبناء المقدادية، لا بل لجميع أبناء ديالة، لا بل لجميع العراق. فقد ركزت مطالبكم على التركيز على القوى الأمنية وعلى إيجاد الآليات الكفيلة بتحقيق أمن يحفظ جميع أبناء المحافظة بغض النظر عن الاسم والعنوان والهوية والطائفة والمذهب. لقد أبليتم بلاء حسنا وكنتم نموذجا رائعا للطاعة والاحترام، وهذا ضرب من ضروب الخلق والأدب.
فمدانين لكم أيها الأبناء البررة، أيها الشباب، وعهد الله لكم سنكون لكم الجسور لتعبروا عليها من خلالنا إلى شاطئ الأمن والأمان والاستقرار، إلى زرع بذرة الخير والأمان والاستقرار لهذا القضاء ولهذه المحافظة ومن خلالها للعراق. لقد استفدنا جميعا، واستفادت ديالى واستفاد العراق من هذا الاعتصام، وأقولها بحق أنه الاعتصام الأول النموذجي الذي يجب أن يحتذى به بجميع المعمورة. فقد أوجدنا الوحدة النظيفة المتماسكة، لقد أكدنا على احترامنا وتقديرنا للنسيج الاجتماعي والمجتمعي لهذا القضاء ولهذه المحافظة، وقد أعلنا مقولتنا جسدناها تجسيدا عندما قلنا إن عشائر ديالى عشيرة واحدة، وهاي هي اليوم عشائر ديالى عشيرة واحدة. أيها الإخوة الحضور، وقد شارك معكم وتضامن معكم عدد من السياسيين، منهم من مثل أمامكم ومنهم من لم يحضر، فقد أبلوا بلاء حسنا في المثابرة والتواصل والضغط على المسؤولين إلى أن حصلنا ما أردنا. ولا أقول شكرا لهم كما هم أعلنوا، بل هم جزء لا يتجزأ منا، هم الممثلين الذين اخترناهم، ولكنه أدوا الأمانة وصانوها. ومن هذا المنبر أوجه رسالتي إلى كافة سياسيين ديالى وإلى كافة سياسيي العراق، ونقول كما قلنا سلفا أن العراق هو أمانة في أعناقكم، فصونوا الأمانة على أن يوم الساعة قريب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأقول لكم وأذكركم، انسوا عماراتكم وانسوا أموالكم، فإنها لا قيمة لها تجاه الكلمة الطيبة. فقولوا كلمة طيبة ودافعوا بشرف عن وطنكم، واتركوا الخطابات الساخنة التي وقودها الناس، وقودها الشوارع، وقودها غلق الحياة أمام المواطنين. أيها الإخوة، لقد تظاهرنا واعتصمنا، ومن البديهي أن الاعتصام لربما يوم أو يومين أو ثلاثة أو لربما يوصل إلى أسابيع. الغرض منا هو بالإمكان أنه نختار نخبة من أبناء ديالى، أبناء المقدادية، من عوائل الشهداء، ممكن أنه توصل، ولكن التظاهر رسالة ليست لمصلحة خاصة، هذا التظاهر لمصلحة العراق، هذا التظاهر لمصلحة ديالى. وكنا ننتظر، وقد أوفد إلينا ممثل رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون المحافظات باعتباره ممثلا شخصيا، وقد أعلن ذلك بأنه ممثل شخصي ويمتلك الصلاحيات ومخول. وكان الذي أعتقد تعامل مع الممثل أخوي حسين مطلب، هو اللي كان موجود العصر احنا ربما، وأوعد أنه في نفس المساء سيعطي الخبر، وصدق ما قال. اتصل بالليل وقال أنه الطلبات مالت المتظاهرين ديالى المقدادية حصرا هي أمام رئيس الوزراء، وأخذت على محمل الجد، ومكتفوا أرسلوا شخص استخباري بأعلى مستوى، وهو مدير الاستخبارات العام الذي جاء بمهمة ثانية، هو مواجهة المتظاهرين والاطلاع على طلباتهم، وأعلمهم بأنه هناك تحقيق إضافة للاستبدال هو
بيان المقصرية وإنزال العقاب بمن قصر. وهذا دليل على أنه الدولة أيها الأخوة أيها الأبناء قد استجابت، وهذه صفة من صفات التظاهر أو الاعتصام. عندما يأتي الممثل ويستلم الطلبات اعتبر الأمر مقضية. نحن لسنا بضعاف، ولكن بقدر القوة يجب أن نتماثل بضبط النظام والحفاظ على الأمن، وهذه صفة وسمة يجب أن نتحلى بها كما تحلينا. لم يكن هناك قتل، ولم يكن هناك تشريد، ولم يكن هناك تهجير، ولكن أقولها وعلى رؤوس الأشهاد حدثت عمليات خطف لا تتعدى 3 أو 4، وقد كنا بأعلى درجات الرفض والاستنكار لهذه العمليات. وجرى قبل يومين حوادث جرت في بعقوبة، أقسم بالله وبهذا الوجود المقدس لا علم لهذه الاعتصامات ولا علم لهذه المظاهرات فيها، فقد حدثت على خلوة من عدة، ومع ذلك أرسلت سيارات وناس لغرض إكمادها، فأرجو أن لا تحتسب. لقد كانت مظاهرة سلمية، جميع المتظاهرين لم يحملون السكين، لقد كان اعتصاما حضاريا ثقافيا تربويا رائعا. لقد كان الهدف منه ليس لضحايا بنتين فقط، وإنما من خلاله أردنا أن يعم الأمن والأمان والاستقرار لأبناء المقدادية وديالى، لتنعم بازدهار وبصفو وبتقدم وبراحة وبوضع اللبن القوية التي نجعلها أساسا لأجيالنا القادمة. كما ورد في ذكري أنه قبل يوم عقد مجلس لعشائر محافظة ديالى، ولا أعلم هل هو كان تأنيب لبني تميم أم لا، ولكن أقول لكم أيها الشيوخ الأجلاء، لقد كانت ولا زالت وستبقى أيدينا سوية وأنتم معنا، حينما بتلك الظروف الصعبة وبتلك السنين العجاف وقد استطعنا وأنتم جميعا أن نحسم 1851 قضية في ديالى، وهذا رقم قل ناظرة في بلد يعيش الحرب والقتال. واستطعنا بعون الله أنه نضع الوئام بدل الانتقام بين العشائر، وعاهدنا الله وسنبقى على العهد، أبدا لم نكل بمكيالين. عندما نعطي القرار لا نذكر الاسم والهوية والطائفية والقومية، بل هدفنا السامي هو رفع المظلمة عن المظلوم أينما يكن ومن هو، وسنكون حدا فاصلا أمام الظالم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تكن للظالمين ظهيرا. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة، من كل هذا وذاك لقد استقرت النفوس، وتيقنا بأن الحكومة المركزية قد أوفت بعهدها وامتثلت لآراء وصيحات المتظاهرين، وأبعثت ممثليها وبدأت بالتنفيذ. لكن أود أن أذكر لمسامعكم يا كرام أنه هناك من الطلبات من هو يخص مجلس الوزراء، ومن هو يخص مجلس الأمن القومي، ومن هو من يخص جهة أخرى. وأنا دائما لا أريد أن أبرر، ولكن هذه الحقيقة. ولكن أسألكم كلكم أبناء عشائر، عندما تحدث قضية بين عشيرة وعشيرة وفي نفس المنطقة، على الأقل نحتاج لنا أسبوعين حتى ناخذ العطوة ونهدئ ونجيب. كيف تكون دولة بهذا الوضع المتردي اقتصاديا سياسيا اجتماعيا؟ وهذا لم يمنعنا من المطالبة بحقوقنا. لقد تم التنفيذ
وابتدأ التنفيذ، وقد استمر من بجنبي عضوي مجلس النواب الأستاذ رعد والحجية منى، وقد كان لهم دور أشهد الله كبير، فهم الملاصقين للمسؤولين عن هذه العملية أولا بأول. واتفقنا اليوم من كل هذا وذاك، ولربما نقولها إعطاء الفرصة الأخرى للحكومة التي لم نرضى عنها، ولكن نعطي الفرصة لنتأمل أن ينبثق منها ما أوعدوا، حكومة وطنية عارفة متعلمة عراقية لتعمل وتخدم العراقيين على السواء، لتعمل بموجب مبدأ الحقوق للعراقيين وعليهم الواجبات من أجل بناء. وعلينا اليوم أيها الإخوة ننتظر المرحلة الأخرى، المرحلة التي هي أنه نضع مبدأ التعايش السلمي. أخوتي، إن لم يكن تعايش سلمي لم يكن استقرار، إن لم يكن تعايش سلمي ستبقى الحروب. اليوم مطلوب منا أن لابد وأن ننتزع السلاح، لابد وأن نتعامل بالورقة والقلم، لابد أنه مسؤولين أمام الله أن نضع اللبنة القوية التي يستند عليها أجيالنا من أمن وأمان لنستقر. ولذلك وباسمكم، باسم أبناء الضحايا وذوي الضحايا، وباسمكم وبعد التشاور والاتكال على الله وبعد ضمان تأكد من ضمان حقوق الشهداء، وبعد التأكد من العمل المستمر على وضع الآليات الكفيلة بتحقيق الأمن لهذا القضاء من خلال الاستبدال أو التغيير، فقد استقر الرأي، وقد خولت متشرفا من بني قومي، من بني عمي ومن أبنائي، بأن أعلن لهذه الأسباب نكتفي بالاعتصام لحد هذا اليوم، وسنبقى وسنشكل لجنة متخصصة لمتابعة ما تبقى لنا من مطالب. وقد كلف السيدين رعد الماس والحجية منى أن يتعهدون بالمتابعة الحثيثة اليومية، وستكون لجنة مشكلة من المظاهرة للمتابعة أولا بأولا. أسأل الله التوفيق. ربنا عليك توكلنا وإليك ننيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحديث للشيخ مصطفى. أحسنت شيخ، أحسنت، بارك الله فيك. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيها الأخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. أخوي أبو أحمد، كيف توصل هاي الرسالة؟ لسه رسالة واحدة، أريد رسالة أنقلها لعد أعضاء البرلمان أخوة النجالة، أنه كفوا نفاقكم، كفوا ضموركم، كفوا ترى شقة طموركم بهاي المظاهرة. احشوا العدل باكر، احسبوا بعدين، احسبوا ولايتكم، احسبوا بلدكم، احسبوا محافظتكم. ترى اذا ظليتوا تطبلون هيجي ما لكم جيه وما لكم مكان بهاي المحافظه. وهاي واكتفي بهذا. بارك الله فيكم. محمد وآل محمد.